السلام عليكم، معاكم يوسف من قناة ليفوتك. ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. انا عارف ان انا بقالي يجي 15 يوم ما نزلتش فيديوهات، بس ده بسبب ان انا كان عندي امتحانات فاينل كتير جدا يعني، بس الحمد لله طلعنا منها على خير، وهنرجع تاني لان احنا ننزل فيديو كل يومين ثلاثة. فكنت حابب اعتذر عن الموضوع ده من الاول. موضوع فيديو النهارده هيبقى عن الكراك ليه حرام؟ للي ما يعرفش كلمة كراك معناها ايه، كلمة كراك معناها القرصنة او مثلا الاستيلاء او الاحتيال. ففي الفيديو ده هنتكلم باستفاضة عن الموضوع ده جدا، فجهز كوباية القهوة او الشاي بتاعتك ويلا نبدأ. هنتكلم في اول حاجة مبدئيا كده ازاي الكراك اتوجد، او قرصنة الالعاب بقى والافلام وكل حاجة دي اتوجدت. اول كراك ظهر للالعاب كان في الثمانينات، وممكن ما تصدقش ان انا بقوله ده، كان في التمانينات لسه بداية انتشار البرمجيات وده كله. فكون ان يحصل كراك في التمانينات دي حاجة انت عقلك ذات نفسه مش هيستوعبها، ان كان لسه بقى مفيش ويندوز بقى، ولا في البرمجيات بتاعت اليومين دول، ولا في برامج الهاك، بس سبحان الله كان في من زمان، وكانت على جهاز اسمه كوماندر 64. ده جهاز كان موجود زمان للبرمجيات والكلام ده كله. اتعمل كراك بقى خلى الكراك ده يتجاوز بيه الحمايات زي أكواد الأقراص وكلمات السر المطبوعة وكده يعني. ونخش بقى على الكراك في الأفلام. في ناس هتستغرب تقول لي يا جو، انت محتوى قناتك ألعاب وتقنية والكلام ده كله، انت مالك بقى بالأفلام والمسلسلات؟ انا بقول لك في الفيديو ده الكراك ليه حرام، يعني ما حددتش الكراك في الألعاب بقى، في البرامج، في المسلسلات، في الأفلام. انا محدد لكله، يعني الكراك في كل حاجه في البي سي ليه حرام، فاهمني؟ فلازم نتكلم على كله علشان اللي مش عارف يعرف. اول كراك حصل للافلام كان في التسعينات، وبالتحديد في اوائل التسعينات. زي ما انتوا عارفين زمان في التسعينات كانت الافلام عباره عن دي في دي او في السينما، فالكراكرز او اللي هم القراصنه اخترعوا تقنيه اسمها سي اس اس، وفي تقنيات تانية كتير جدا. تمام. علشان يعرفوا يفكوا الحماية بتاعة الأقراص دي وينشروا الDVDs بقى ويعملوا منها نسخ مقرصنة وتتباع بسعر أقل. أنا كده جبت لكم بداية ظهور الكراك، كان من 40 سنة تقريبا. انت متخيل ان هو بقاله 40 سنة؟ وزي ما انت كده مش متخيل ان الكراك بقاله 40 سنة، ال 40 سنة اللي كان فيهم الكراك حصل فيه تطور بطريقة غبية جدا. القراصنة بقت تشتغل في الموضوع ده بطريقة غبية. ليه؟ بسبب ان هي كانت بتكسب ارقام مهولة، وفي شركات كبيرة جدًا اتأذت زمان بسبب حوار الكراك ده في أول ظهور ليه. يعني مثلًا عندكم شركة ويندوز كان أول إصدار ليها كان ويندوز XP زي ما إحنا عارفين، اتقرصن، ونفس الكلام مع شركة سوني. بلاي ستيشن 1 و2 برضه ما خليوش من العيوب دي. وفي الألعاب زمان برضه في برنس اوف بيرشيا نفس الكلام اتهكرت. ولك أن تتخيل إن أنا باقول لك على الحاجات دي كلها زمان، أنت متخيل إن الكراكات دي كلها كانت حاصلة زمان؟ وفي غيرها كتير، يعني أنا جبت أبرز الحاجات، في غيرها كتير جدًا. بس أنا حاليًا بقى هنخش في الوقت الحالي اللي هو 2025. الكراك بقى عامل إزاي؟ مبدئيًا كده الكراك عامةً بقى ليه مواقع. يعني إيه؟ يعني زمان كنت بتجيب في الكراك عامةً يا إما CD مثلًا أو نسخ مقرصنة اللي هي مثلًا على فلاشة وكده. لأ دلوقتي يا باشا أنت في أي موقع حرفيًا ممكن تنزّل أي لعبة أنت عايزها أو تتفرج على أي فيلم. وده عكس زمان. انا فاكر ان انا زمان كنت بروح السايبر علشان احمل العاب بقى وافلام والكلام ده كله. كنت بقول لصاحب السايبر حمل لي كل حاجه عندك، تمام؟ وكنت بديله كام؟ كنت بديله 20 جنيه، 15 جنيه، سعر رمزي ساعتها. حتى زمان كان ده سعر رمزي بالنسبه للحاجات اللي انا كنت باخدها. فاكتشفت بعد كده ان انا اللي باخده ده كله اصلا عباره عن العاب مكركه وافلام مكركه كلها متجابه ببلاش. يعني انا حرفيا كنت بدفع فلوس في حاجه متجابه ببلاش اصلا. يعني اللي صاحب السايبر ده او المكان ده جايب الحاجه دي ببلاش وكان بيبيعها لي على اساس ان هي مدفوعه. انت متخيل الكلام ده؟ لكن بقى بعديها بفترة طويلة جدا اكتشفت حوار المواقع بقى، والمواقع بتاعت الأفلام والألعاب اللي أنا ممكن أحمل فيها ببلاش بقى من غير ما أتعب نفسي. بس كان في عقبة تانية، عقبة كبيرة جدا، حوار النت. النت كان زمان في مصر unlimited. تخيل إن النت كان زمان في مصر unlimited، كان من شركة اسمها تي داتا. بس دكر حمل لعبة في أقل من ساعتين تلاتة. ليه؟ بسبب إن السرعة كانت أقل من 1 ميجا بايت، وعلى ما أظن كانت 100 كيلو إلى 500 كيلو، ما كانتش بتعدي كده. وأنا فاكر ويعني إيه كنت في باقة ب100 جنيه، ب80 جنيه، كانت في حاجة زي كده يعني. كانت يعتبر من أعلى الباقات ساعتها. فأنا علشان أحمل ألعاب تقيلة مثلا زي لعبة باكمان أركام أوريجينال
ودي كانت لعبة أنا كنت باعزّها على قلبي أوي، كانت 8 جيجا إلى 10 جيجا على ما أظن. اللعبة دي كنت هاقعد فيها ييجي 6 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات بقى، يوم، واخد بالك، كده، على حسب بقى النت جاي معاه بإيه، يعني جاي معاه إن هو يدّيني 500 كيلو بايت كاملين أو يدّيني 200 أو 100. فالحوار ده كان بيعقّدني لدرجة إن أنا ساعات كنت من كتر ما أنا عايز ألعب اللعبة تمام وما كنتش عايز أصبر، كنت باروح السايبر أحمّل منه نفس اللعبة دي، مع إني كان ممكن أجيبها ببلاش. لكن لأ، إزاي ما اصبرش، أروح أدفع فلوس في حاجة ببلاش أصلًا. وأنا باقول لكم على الكلام ده وأنا ما كنتش عارف إن الكراك أصلًا حرام، وما كنتش عارف ليه حرام. فأنا هاقول لكم دلوقتي ليه الكراك حرام أصلًا. أنا ده كله كنت باشرح لكم إيه هو الكراك وبدايته بقى وتطوره ووصل لإيه والناس خدته إزاي. ونخش في أول حاجة معانا وهي الألعاب. تكريك الألعاب ليه حرام؟ أول حاجة يا صديقي، بعيدًا عن كل حاجة، أنت دلوقتي بتسرق مجهود واحد ببلاش. أنت متخيل إن في واحد قعد سنة، 2، 3، 4، 5 إن شاء الله ساعة علشان يطوّر لك لعبة أنت تحب تخش تلعبها، ومنتظر مقابل مادي إذا كان 10، 20، 30، 40، 50 أيًا كان السعر اللي هو محددها للعبته، هي لعبته في الأول وفي الآخر، وأنت تيجي بكل بساطة بدون وجه حق إنك تاخد اللعبة دي وما تقولوش حتى شكرًا. يعني حرفيًا الناس اللي بتعمل كراك أو عامةً الناس اللي بتحمّل اللعبة ما بتبقاش عارفة مين اللي عاملها، ما بتبقاش عارفة مين اللي منتجها، مين اللي صارف عليها، اتصرف عليها كام، هي بتحمّلها وخلاص، المهم إن هي لعبة تقضّي عليها وقت وخلاص. لكن لا يا صديقي، أنا عايزك تعرف إنك لمّا بتحمّل اللعبة المكرّكة دي إنك بتسرق مجهود ناس كتير جدًا، 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 وبتضر المجتمع بتاعك. يعني أنت دلوقتي لو gamer لمّا بتحمّل لعبة مكرّكة أنت كده بتضر المجتمع مش بتفيده. هتقول لي طَب أنا باحمّلها ببلاش إزاي هاضره؟ أقول لك دلوقتي أنت متخيّل إن اللعبة متكلّفة مثلًا 100.000.000$ مثلًا، أنت بتاخدها ببلاش؟ يعني دلوقتي المُنتج اللي هو مُنتج اللعبة دي مستني العائد أكتر من 100.000.000$، فأنت لمّا تحمّلها ببلاش هياخد عائد هو؟ أكيد لأ. فلمّا العائد يقِل وما يبقاش في أرباح ويبقى في خساير، هل اللعبة دي هتكمّل أو مثلًا المُنتج بتاع اللعبة دي هيعمل لنا لعبة تانية بنفس المستوى بتاعها؟ أكيد لأ. فحوار إنك تلاقي لعبة زيّها أو في نفس مستواها أو أعلى منها هيبقى صعب جدًا. ليه؟ لإن المُنتج بتاع اللعبة دي شاف إن هي بتخسر أكتر ما بتكسب، فهيقول لك لأ بلاش منّه أحسن. فأنت بقى لو شايف إن سعر اللعبة مبالغ فيه أو مش مناسب لميزانيتك ممكن تصبر شوية على اللعبة. اللعبة سعرها بيقل تدريجيا، أو ممكن تصبر لغاية مناسبات زي بلاك فرايداي مثلا أو الوايت فرايداي، بينزل فيه تخفيضات ب70 و80 و90% على الألعاب الجديدة اللي لسه نازلة. أنت متخيل يعني لعبة ب$60 ممكن تنزل ب30، ب20، ب10 دولار؟ يعني في بدايل كتير جدا. فحاول بأي طريقة إنك تبعد عن حوار الكراك ده لأن عليه ذنب عظيم جدا. وأنا اتكلمت دلوقتي عن الكراك في الألعاب. بالنسبة بقى للكراك في الأفلام والمسلسلات وإلى غيره، أنا عايز أسألك ليه أنت بتجيب الحاجات دي مكركة؟ يعني أنا ممكن أتفهم شوية حوار إنك تجيب الألعاب كراك بسبب إن ممكن يبقى سعرها عالي، بس ستيل حرام، الحوار حرام برضه، يعني أنا مش هحلله. لكن أنت في الأفلام والمسلسلات والأغاني مثلا وإلى غيره بقى أنت ليه بتجيبها بالكراك؟ وأنا مستغرب علشان الحاجات دي رخيصة أصلًا، يعني مش غالية زي الألعاب مثلًا. يعني الألعاب غالية نسبيًا، ممكن تلاقيها ب50، ب60، ب100$ مثلًا، لكن في حوار الأفلام والمسلسلات والأغاني بقى وحاجات تانية كتير، تلاقيها باشتراك شهري لا يتجاوز ال200، 300 جنيه، يعني أقل من $10 مثلًا أو 9. فأنت في حوار إنك بقى تسترخص وتجيب الحاجة دي مثلًا بالكراك، أنت كده بتاخد ذنب على الفاضي، تمام؟ ليه تعمل كده؟ ما تاخد الحاجة بطريقة رسمية وهتبقى أأمن وأحسن. ليه؟ بسبب إنك ممكن تلاقي جودات مختلفة، ممكن تلاقي 4K و8K والكلام ده كله. يعني عندك اشتراكات زي واتشيت، ONS، شاهد VIP، سبوتيفاي بريميوم، الكلام ده كله يا جماعة. يعني لو اشتركت في الحاجات دي كلها مش هتتخطى في الشهر 500 جنيه. يعني أنا مشترك دلوقتي في شاهد VIP وواتشيت وسبوتيفاي بريميوم، مش بيكلفوني 300 جنيه على بعض في الشهر، حرفيًا، حرفيًا أقل من باقة النت الشهرية اللي أنا بادفعها. لأ وإيه، بيدّوك مميزات بقى إنك ممكن تشغّل الفيلم أو المسلسل أو الموسيقى اللي أنت عايزها من غير نت بقى، وبيضبّطوا عليك ومن غير إعلانات بقى ولا قرف ولا الدنيا دي كلّها، وبيدّوك user أو 2 ممكن تضيفهم معاك، يعني ممكن تدخّل 2 صحابك معاك في الاشتراك ده أصلًا من غير ما يدفعوا فلوس وكده. أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أجيب معلومات مهمة جدًا في حوار الكراك إن هو ليه حرام، لكن أكيد ما جِبتش كل المعلومات. يعني في معلومات مهمة جدًا تانية أنا ما قُلتهاش، ليه؟ بسبب إن وقت الفيديو ما يسمحش. بس أنا محتاج منكم حاجة، إنكم تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، ودي كانت نهاية الفيديو معانا، ويالّا peace.